لو عندك ألم في مفصل الركبة أو بتحس بطرقعة في مفصل الركبة أو لو في تعليق في مفصل الركبة، يبقى أنت ممكن يكون عندك حاجة اسمها قطع في الغضاريف الهلالية، وده شائع جدا لو أنت بتمارس رياضة أو لو كان سنك فوق ال40 وعندك خشونة في مفصل الركبة. في نوعين شهيرين في القطع الغضروف الهلالي. النوع الأول اللي هو بيحصل صغار في السن نتيجة أثناء ممارسة الرياضة، أو لو حصل ارتطام مباشر بمفصل الركبة، أو لو حصل دوران خاطئ على مفصل الركبة. والنوع الثاني ده بيحصل خشونة في مفصل الركبة وبيحصل تآكل في نسيج الغضروف الهلالي. طيب العيان بيحس بايه؟ اول حاجه بيبقى فيه الم على جانبي الركبه الداخلي او الخارجي. تاني حاجه بيبقى فيه ورم ورشح في مفصل الركبه. ثالث حاجه ممكن يحس ان فيه اصوات طرقعه موجوده في المفصل. اخر حاجه ممكن يحصل فيه تعليق في مفصل الركبه. هل كل قطع في الغضروف بيستلزم التدخل الجراحي؟ الاجابه لا. العلاج التحفظي بيبقى له دور في الحالات اللي بيبقى معاها قطع في الغضروف، او لو درجه اصابه في الغضروف الدرجه الاولى او الثانيه في اشعه الرنين المغناطيسي. والعلاج التحفظي بيبقى عباره عن الراحه، كمادات التلج، ادويه المضاده للالتهاب والتورم، وعلاج طبيعي لتقويه العضلات حول مفصل الركبه. اذا فشل العلاج التحفظي هنا بيستلزم التدخل الجراحي عن طريق المنظار، سواء ان احنا بنعمل استئصال للغضروف او نعمل خياطه على حسب دواعي طبيه معينه بيحددها الطبيب المعالج. اذا حسيت باي اعراض في مفصل الركبه توجه بسرعه الى الطبيب المعالج